في أواخر القرن التاسع عشر اقتتل 36 امرأة على الأقل من قبل صانع الأحذية والتاجر المغربي الحج محمد مصفوي. أطلق عليه لقب قاتل قوس مراكش، واستضاف حفلات عشاء للنساء الثريات في منزله، حيث كان يخدرهن ثم يقطع رأسهن بخنجر أثناء نومهن، ويسلب ممتلكاتهم وأموالهم ودفنهم. انتشلت السلطات المغربية 20 جثة في خندق عميق تحت متجره، وتم العثور على 16 آخرين في الحديقة بالخارج. اعترف مصفوي بأنه قتل من أجل المال، وفي كثير من الأحيان مبالغ متواضعة للغاية. في عام 1906 تم إلقاء القبض على مصفوي وإعدامه. في البداية أمر مصفوي بالشأن، ومع ذلك تم تعديل الحكم بعد ذلك إلى قطع الرأس استجابة للغضب العام. في النهاية تقرر أنه يجب أن يعاني كل يوم لمدة 4 أسابيع. كان ينقل من زنزانته إلى ساحة السوق ويجلد 10 مرات بقضيب مصنوع من خشب الصمت الشائك. في 11 يونيو 1906 كان من المقرر أن يتم إحاطة مصفوي حيا في سوق مراكش. صمت مصفوي في اليوم الثالث، وعبر كثير من الحشد عن غضبهم لأنه هلك بسرعة كبير. لا تنسى الاشتراك في صفحتنا لمتابعة كل جديد.